تعالوا بينا نشوف الاختراع ده. حاجة كده تحفة، طلعت خطيرة. أحلى وأسرع ساندويتش في العالم في 5 دقايق وبس، وممكن ينفع غدا وعشاء. هو أصلا غدا وعشاء رهيب، بأي حشوة بقى انتي بتفضليها، وبأي بواقي أكل عندك في التلاجة ممكن تعمليه. ومش يعني مش لازم بنفس الحشوة اللي أنا عملتها. ألفي، عيشي حياتك. بيض، بسطرمة، بطاطس، اللي يريحك، فراخ. أول حاجة طاسة على النار فيها شوية زيت، وحطينا البصل. كان عندي سجق قطعته كده بالمقص شرايح وضفته عليهم. قلبت كل الكلام ده كله مع بعضه. قلبي قلبي. فلفل اخضر قطعته شرايح وضفته عليهم، وقعدت اقلب تاني. البهارات بقى اللي ضفناها هي دي: ملح، فلفل اسود، بابريكا، معلقه من الهريسه، ومعلقه من ال7 بهارات. قلبي بقى المكونات دي كلها مع بعض، هتنزل ميتها. ضيفي زيتون وضيفي طماطم، وافضلي قلبي لحد ما الميه اللي نزلت من السجق تنشف تماما. نجيب بقى الجلاش بتاعنا، وده الاختراع. فتحته من غير ما اقسمه، اخدت ورقه ورقه، دهنتها زبده او زيت او سمنه اللي يريحك. اي ماده دهنيه متوفره عندك استخدميها. انا استخدمت الزبده ومسحتها كده وتنيتها بالشكل ده. طبعا الورق عندي متقطع بين عندكم في الفيديو، ولا يهمك ولا يشغلك ولا يقلقك. ايه يقلقك؟ يقلقك مش يقلقك، يقلقك. ماشي، كل ده هيتداوى ويتعالج. كان عندي تونة، ضفت تونة وضفت عليها شرايح من الفلفل وزيتون وبصل. هنا انا لقيت الحشوة بعيدة قوي عن اللفة، رجعتها تاني على الطرف ولفيته، وقفلت الحتت الجناب بالشكل ده، وضفت القطع اللي متقطعة من الجلاش لجوه. الحشوة التانية عملنا السجق اللي احنا عاملينه، ضفناها ولفيناها وتنينا الطروف زي ما بين عندكم في الفيديو. دخلنا الطروف المتقطعة لجوه، وكملنا الجلاش بتاعنا بالشكل ده. ضفناه بقى في صاج او في صينية اللي هتدخل الفرن. هنا بقى الصوص اللي دهنته، كان عندي مايونيز وكاتشب، ضفتهم على بعض ودهنته كده من فوق عشان يدينا اللون الاحمر الجميل. وحطيت جبنة موتزاريلا على الوش من فوق، وشرايح من الزيتون. وعلى فكرة انتي ممكن تضيفي الجبنة الموتزاريلا جوه الساندوتش وبره الساندوتش عادي، اللي يريحك. بعد كده بقى تعالوا نشوف هنعمل ايه. هيدخل الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 10 دقايق بس. وتعالوا نشوف شكله بعد ما خرج. حاجة في قمة الجمال، تحفة. شايفين اللون؟ عايزة اقول لكم الطعم رهيب. وزي ما قلت لكم، ينفع بسطرمة، لانشون، بيض، فراخ، اللي يريحكم. بس لو عجبك الوصفة ما تنسوش اللايك والشير. باي باي.